تشير الفيديو لأكبر عدد، وخاصة علشان الناس اللي موجودة في القرى وفي الأرياف يحذروا هذا النبات. النبات ده يا حضرات اسمه نبات، للأسف الشديد اسمه على غير مسمى. اللي انتوا شايفينه ده اسمه نبات الداتورة، ده الاسم العلمي بتاعه، أو نبات ست الحسن. ولا هو في حسن ولا في حاجة، ده كله مصايب سودة، لكن اتعودنا عليه في الريف نسميه نبات ست الحسن. النبات ده يعتبر من أخطر النباتات اللي بتنتشر في الريف، من أخطر النباتات اللي بتنتشر في الريف. زي ما انتوا شايفينه النبات لو جربنا الصورة كده هتلاقي أوراقه مدورة وكبيرة، وهتلاقي الساق بتاعته عليه زي الشعر اهو. يعني يا ريت تكون الكاميرا كده جايباه اهو، هنجرب شوية. شايفين الساق عليه زي الشعر خفيف خالص اهو، اهو شايفينه اهو كده. النبات ده اهو، شايفين الشعر الابيض الصغير ده؟ النبات ده يا حضرات في من اشد النباتات خطورة، وخاصة على اولادنا في الريف واطفالنا، وبرضو الناس اللي هي بتروح زيارة للارياف عند اهلها وعند ناسها. النبات ده بينتشر دايما على اطراف الحقول، زي ما انتم شايفين اهو. ده الحقل الاساسي، ده الحقل الاساسي، وهنا ده نبات ست الحسن اهو. وهتلاقوه منتشر رغم ان هو تم حرقه قبل كده اهو. يعني هتلاقي فيه اجزاء محروقه اهو، ولكن برضه بينمو بسرعه، ما بتاثرش فيه. النبات ده يا حضرات في منتهى اهو، شايفين هذا اهو، بينتشر بكثافه على اطراف، على اهو، بينتشر بكثافه على اطراف الحقول واطراف المدن، وموجود كتير جدا على الترع. عشان كده بنحذر، بنقول لو سمحتوا خلي بالكم من النبات ده، وهنتكلم عنه بالتفصيل علشان الناس تكون عندها وعي. الفيديو بتاع النهاردة فيديو توعوي، بمعنى ان انا بدي لك فكرة عن نبات خطير جدا جدا في الريف. فيا حضرات لو سمحتوا يا جماعة الخير، مرة تانية بأكد ان الفيديو ده مهم جدا لكل الفلاحين ولكل الأهالي اللي بيزوروا الريف وبلادهم في أوقات الأجازات. النبات ده شكله عادي خالص أهو، شكله عادي، وأنا بقرب لك الكاميرا مني عشان تشوف شكله أهو. نبات شكله عادي خالص، وممكن في ناس تفتكره ينفع نبات زينة، لكن في الحقيقة من أخطر النباتات اللي ممكن تلاقيها في الأرض. زي ما احنا قلنا نبات بيسموه الداتورة أو بيسموه ست الحسن، ولو إن هو مفهوش أي حسن يعني. الفيديو ده عاملينه عشان ننجي اولادنا وبيوتنا، ونحمي اولادنا وبيوتنا وارضنا. بيطلع زي ما احنا قلنا في اماكن كتيره، زي ما انتم شايفين اهو. انا مش عايز اشتت الكاميرا اهو. نبات، ونبات لو حركته وهو واقف على الارض لا بيطلع تاني بسرعه كبيره جدا. وزي ما انتم شايفين ليه بذوره اهو عامله زي الجمعه اهو. ادي البذور بتاعته عشان الناس ربما تتاكد مني اهو. ادي البذور بتاعته، شايفينها؟ دي البذور بتاعته اهي. طيب النبات ده ايه مشكلته؟ بيطلع زهرة لونها ابيض، بيطلع زهرة لونها ابيض. الزهور ديت لو الطفل لمسها او الكبار لمسوها من غير ما ياخدوا بالهم يبقى في مشكلة كبيرة جدا بتحصل معنا. اللي هي ايه المشكلة دي؟ يعني بمجرد ما الطفل يقطع ورقة او يحط حاجة منه في بقه، او حتى يشم الزهرة بالقرب من، يعني قريب منه، ممكن يدخل في حالة خطيرة. النبات ده تأثيره قوي جدا على القلب والمخ والتنفس. القلب ده له خطورة كبيرة جدا. طبعا انا بصور من بعيد شوية عشان ما فيش اي روائح تاجي عليا، وفي نفس الوقت هو برضو الازهار لسه لم تنضج ولا الثمار بتاعت البذور، فانا بحذر من بعيد. انا عامل زوم على الكاميرا. النبات زي ما احنا قلنا تأثيره بيكون على المخ وعلى القلب وعلى التنفس ووعي الإنسان، وده بيخليه في حالة خطر كبيرة. وده بيأثر طبعا على الصغير قبل الكبير. بتظهر عليه
الانسان او الطفل اللي ممكن يحط حاجه من النبات ده، او حتى الكبير اللي مش واخد باله، لو حط النبات ده جزء منه مضغه مثلا، او مسكه بايديه وبعد كده حط ايديه على لسانه او ما شابه ذلك، بيحصل ضربات قلب سريعه ودوخه شديده، وممكن يحصل جفاف في الفم، وممكن يحصل تشوه او تشوش في النظر، يبقى الواحد مش قادر يحقق من الاشكال اللي قدامه، وممكن يحصل تهيج وتوتر، وممكن الواحد برضه يشوف حاجات مش مظبوطة، يعني ايه، زي تخيلات. كله ده في نبات ست الحسن، كله ده في نبات ست الحسن اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اهو. وممكن برضو يؤدي النبات ده الى فقدان التركيز، وفي الحالات اللي بتسوء ممكن يؤدي الى فقدان الوعي تماما. عشان كده بنقول الفيديو ده فيديو تحذيري لنبات شديد الخطورة في الريف. طيب، الاخطر بقى ان الاطفال ممكن ياخدوا اي جزء منه يمسكوه من باب اللعب. بيلعبوا بالنبات ده، ما شاء الله شكله كده جميل ومغري، ويمسكوه بقى يلعبوه، وشوف يا ماما وشوف يا بابا النبات الجميل ده، وما يعرفوش انه السم في العسل. طيب، علشان كده احنا بنقول لازم اهلنا في الريف يخلي بالهم. رقم واحد، تحاول تتعامل مع النبات ده ازاي؟ تلبس جوانتي او تلبس قطعة قماش وتشيل النبات ده من جذوره من الارض، ما ينفعش تقطعه، لكن قطعته بآلة الحصاد بتاعتك هينمو تاني. وزي ما انتم شايفين اهو، في اجزاء اهي الجافة دي، لا الجافة دي اهو اتقطعت وكبرت تاني، ما بيفرقش مع القطع. طيب، بعد كده نحرقه بعيد على اطراف الريف بجذوره، او ندفنه في مكان بعيد جدا جدا. طيب، ما تخليش اي طفل يقرب مني لو سمحت. تمام. والافضل زي ما احنا قلنا ان احنا بنخلعه من جذوره ونحرقه على او في اماكن بعيده. عشان كده بنقول الفيديو تحذيري، لاني انا بشوف وسمعت وزرت ناس في مستشفيات للاسف الشديد. لما سالت الولد ده ايه حصل له، والله كان معايا في الزرع وكان بيلعب وزي الفل. طب بيلعب فين؟ تعال يا بابا، انت اخر حاجه لمستها ايه؟ اخر حاجه شفتها ايه؟ اخر حاجه عملتها ايه؟ راح قال لي يا عمو، انا كنت بلعب في نبات حلو كده جميل في اخر الزرع، وكنت بلعب مع فيه ومبسوط مش عارف ايه، بس بعد كده رميت النبات ولقيته ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده. طب بعد النبات ده ايه عملت؟ معلش قعدت العب شويه مع بابا، بس حسيت بدوخه وحسيت عايز ارجع، وحسيت مش عارف، احاسيس كتيره جدا جدا. لما جيت وريته النبات ده قال لي ايوه هو النبات ده. طيب، لما قرأت عن هذا النبات لقيت كل اللي انتوا سمعتوه مني في الفيديو. وعشان كده انا حبيت اعمل الفيديو التحذيري ده ليكم ولأولادنا. وادي الثمار اللي هي اهو، شايفين ما شاء الله، يعني لو زرعة مفيدة ما تطلعش كمية الثمار دي. اهو اهو اهو، كل دي اهي، دي الثمار بتاعته اهو. شايفين ما شاء الله مليان. تخيل بقى دي لو واحد طفل كده قال لك يا بابا انا هاكل دي، وانت ما تعرفش الاثار السيئه بتاعتها، وماله يا بابا كلها، وانت ما تعرفش ايه المشكله اللي ممكن تعملها له. وادي لو ركزتوا كده هتلاقي ادي الزهور البيضاء بتاعته. يا رب يكون الكاميرا جايبها اهي، ادي الزهره البيضاء بتاعته. عشان كده انا حبيت اعمل الفيديو ده كنوع من التحذير ليكم ولاولادكم، وحفاظا على صحتكم جميعا. لو كان الفيديو بالنسبة لك فيه معلومة مهمة تفيد بها غيرك، أرجوك وانشر هذا الفيديو. بارك الله فيك.